كم تكبر الله وتذكر الله في هذه الأيام؟ ممكن نشوف الناس شغلين صوت التكبير في الجمعية ولا في الأسواق، نكبر معهم، ويكبر الواحد منه وماشي ممكن في بيته قليل وخلاص. يعني لو تجمع عدد دقائق التكبير من اليوم والليلة، هل الواحد منا في اليوم في هذه الأيام يكبر ساعة كاملة؟ والله تحاسب نفسك تقول لا والله ما يأتي ساعة. إذا ماذا نفعل في هذه الأيام؟ نحن ماذا نفعل؟ علينا أن نراجع أنفسنا. لكن شعار هذه الأيام هو تكبير الله جل جلاله، شعار هذه الأيام. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما إذا دخلت العشر من ذي الحجة يكبران ويخرجان إلى السوق يكبران، يكبر الناس بتكبيرهما. هذا التكبير المطلق في كل وقت. التكبير هذا الإخوة له شأن عظيم، وما أجمل أن تعطي هذا التكبير حقه وتعرف قدره. يعني أنا أقول نصيحة أنصح نفسي أولا وإخواني وأخواتي أننا نستغرق أوقاتا طويلة في التكبير. يعني لو واحد منا يجلس ساعة أو نصف ساعة في خلوته، يقفل الهاتف ويضع الصامت، ما ينظر إلى شيء، ما ينشغل بشيء، تقبل بقلبك على الله، يريدون وجهه، وتبدأ تكبر تكبر تكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تفكر في كبرياء الله وعظمته. الله أكبر إن دك الجبل لعظمته. الله أكبر الله أكبر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصر من خلقه. الله أكبر الله أكبر ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله أكبر الله أكبر وسع كرسيه السماوات والأرض. الله أكبر ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في صحراء. الله أكبر وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. الله أكبر الله أكبر هو المعبود الأكبر لا أشرك به أحدا. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر هو المحبوب الأعظم، ما يتعلق قلبي إلا بالله الأكبر. الله أكبر الله أكبر من كل هم، من كل غم، من كل مشكلة. الله أكبر من كل شيء. الله أكبر من الدنيا، من النساء، من الشهوات، من الأموال، من العقارات، من التجارات، من المباريات، من الموضات. الله أكبر من كل شيء، ما يتعلق قلبي إلا بالله. الله أكبر في سمعه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. الله أكبر في علمه، الله أكبر في حكمته، الله أكبر في قدرته، هو على كل شيء قدير. الله أكبر في مشيئته، لا يخرج شيء عن مشيئته جل جلاله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر في شريعته، شريعته كلها حكمة ومصلحة لنا فاستسلم لشريعته. الله أكبر في قضائه وقدره، لا يقدر شيئا إلا بحكمة ورحمة. الله أكبر في رحمته، وسع ربي كل شيء علما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله أكبر الله أكبر ما تنتهي معاني التكبير. الله أكبر. وهكذا حتى لو ما قام في قلبك شيء والله تتلذذ بتكبير الله. ممكن أول دقيقة دقيقتين تكبر بلسانك ما تشعر بشيء، ثم تستغرق 5 دقائق 10 دقائق تشعر أن الأمر اختلف، تشعر أن قلبك تعلق بالله أكثر. الله أكبر الله أكبر تستغرق وقتا طويلا وإذا بك تشعر بخشوع في قلبك، هيبة في قلبك، ربما تدمع عينك وأنت تكبر الله، تشعر بمحبة لله، تشعر بأنك ما تريد شيئا من الدنيا، ما تريد أن تنشغل بشيء ولا أن تلتفت إلى أهل ولا مال ولا ولد ولا شغل ولا شيء، تريد أن تستغرق وقتك في التكبير. الله أكبر. ربما يكون هذا التكبير مغيرا لحياتك كلها. رأيت إذا أعطيت هذا التكبير حقا عظيما وقتا طويلا من يومك، هذا عملك في هذه الأيام، هذا شعار هذه الأيام، ما تدري كم سيؤثر هذا في قلبك، سيؤثر في خشوعك في صلاتك. إذا قمت بعد ذلك في الصلاة قلت الله أكبر، والله ستختلف تكبيرتك عن باقي التكبيرات في عمرك كله. بسبب ماذا؟ بسبب صلاح قلبك بالتكبير في هذه الأيام. استشعر بهيبة. كان ابن تيمية أصحابه يقولون إذا قال في الصلاة الله أكبر قال تنخلع قلوبنا إذا صلينا وراءه وقال الله أكبر. والله الإخوة هذا التكبير سيغير حياتك، سيغير صلاتك، سيغير مراقبتك لله، سيصلح حالك في وظيفتك، ستراقب الله. ما أجمل أن نختم العام بهذه الوقفة الإيمانية في هذه العشر.
هي جاءت في ختام العام، وكأنها الزاد لافتتاح العام الجديد، بل افتتاح عمر جديد بإذن الله.